السلام عليكم ومرحبا بكم في الفيديو الأول من سلسلة أنا وكسيبتي على يوتيوب. ماشي أول مرة كنشارك معكم يومياتي مع الكسيبة. اللي متبعنا من الأول كيعرف باللي بدينا بفيديوهات قصيرة في يوتيوب شورت وفيسبوك وإنستغرام وتيك توك. داز دابا شهر على أول خطوة درناها، ومن بعد تفاعلكم والدعم ديالكم والتشجيع كبير قلنا علاش ما نديروش فيديو كل أسبوع يكونوا فيه تفاصيل أدق، تجربة أعمق، تشاركوا معنا الرحلة ديال الكسيبة بكل خطواتها. في هذا الفيديو غنرجع معكم 30 يوم اللي فاتوا باش نعطيكم لمحة كيفاش بدينا، فين وصلنا، وشنو غادي يجي في الأيام الجاية إن شاء الله. أول حاجة بنينا الكوريات، قسمنا البلايص ونظمنا كل شيء على حساب المراحل والأصناف. بلاصة الماعز الفحول، بلاصة الغنم، وبلاصة المواليد الجدد، ومكان خاص لتخزين العلف والتجهيزات. وهاد الفئات كاملها خاصها مراقبة مستمرة، داكشي علاش ركبنا حتى كاميرات المراقبة باش نبقاو ديما متبعين الوضع بالليل وبالنهار واخا نكونوا بعاد. وفي هاد الفترة كاملة اللي دازت عشنا أول لحظات الولادة عند الماعز والغنم، وكانت تجربة مفرحة ومقلقة في نفس الوقت، لكن الحمد لله داز كل شيء بخير. ومن بعد شهر من كل ولادة ضروري ما كنعطيو الغنم مجموعة من التطعيمات باش نحافظوا على صحة الكسيبة. وبحكم الجفاف اللي عرفته بلادنا والأرض الصغيرة اللي عندنا اتجهنا لحلول بديلة. قدينا غرفة خاصة بعلف الاستنبات، وفي 7 أيام كنحصلوا على علف نقي وطبيعي كيساهم في التغذية متوازنة وكيقلل التكاليف. وما يمكنش نهضروا على الكسيبة وما نذكروش روي كلب حراسة ديالنا. من أول يوم جا عندنا وهو في عمرو يلاه شهر خدا اللقاحات ديالو، جبناه للفيرما وبدا حصصات التدريب والترويض ديالو. بدا كيحمي الفيرما وكيعاون حتى في الكسيبة في حال كانت شي نعجة انفراد ولادها. باختصار في هذه المدة القليلة طراو بزاف التغييرات، تعلمنا اكثر ومازال الطريق طويل. كل اسبوع غيكون عندنا فيديو جديد من وسط الكوري باش نشاركوا معكم جميع الخطوات. بارطاجيو وخليو تعليقاتكم، وشكرا لكل من تابع انا وكسيبتي وشجعنا من البداية.